السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الحمل حبايب قلبي، صفوا النية كده، فعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروني ما تنسوش يا ولاد تدعموا القناة كده بالاشتراك وشير ولايك للفيديو وكومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. لازم يا ولاد يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة. الفترة الجاية دي كده في عندك استرخاء، هدوء في حياتك هتعمله لنفسك. لو عارف الدنيا دي مقلوبة كده حواليك، انت هتمشي هدوء امورك في هدوء الفترة الجاية. انت رافض العنف، رافض الصوت العالي، رافض ان حد يتكلم معاك بصوت عالي، ان هو ياخد حقه بطريقة ما تعجبكش. انت عندك بعد الهم اللي كان موجود في حياتك والكمية الوجع والبكاء والعياط والخيانات والحاجات اللي مرت عليك، عندك لحظات حلوة دي هتمر عليك الفترة الجاية، وهيكون في هدوء بإيدك. انت اللي هتصنع الهدوء ده بنفسك. الدنيا كلها مش مظبوطة وخربانة حواليك. انت رفضت الشدة في التعامل، محدش يعاملني بشدة، سواء بقى شريك حياة، مدير، سواء أصحاب، مدير. انت هتقفل أي بق مفتوح حواليك. في منكم حد بكيان، يا إما انت يا شريك الحياة، الحبيب، أي حد، يا انت يا حد تاني، والله أعلى وأعلم. العلاقة ما كانت مهددة بالفشل أو البعد، يا منك يا من شريكك أو من حبيبك. ولكن العلاقة دي في آخر اللحظات في حد منكم هو اللي هينقذها. يعني آه، لو أنا اللي هددت الشريك بالبعد، أو الشريك خاف إن أنا ابعد، هو هيحافظ على القرب من تاني، هيحافظ ان انت تكون موجود معاه في حياته تاني. حتى لو هو وقف واستسلم لحظات، هو هيلم الدنيا من جديد. هو مش قادر يبعد عنك. البعد اللي ايه؟ البعد الكامل، بيخاف من بعدك قوي. طيب لو الموضوع ده حصل معاك، انت اللي هتهدد الشريك الفترة الجاية، او مش بتهدد، انت مليت من التصرفات معينة. انت يعني مليت من التصرفات. مم، واخد القرار يعني انت بتقول هو رافضني. شك، انت عندك فيه شك ان انت بدأت ترفض آه ترفض التصرفات اللي هي عبارة عن تحكمات فيك، تحكمات ان هو ليه حق يعمل اي حاجة فيك. بدأت ان انت ترفض التصرفات دي، وهو لاحظ كده. انت هترفضها كده بالكلام، مش هترفضها من جواك، مش هترفضها بأنا خبي، انا احافظ على العلاقة، لا. انت هتهاجم، هتقول انا مش يا يعني لو يعني زي ما بيقولوا، يا هنمشي صح يا بلاش. يعني نمشي صح كده، مفيش نكد وقرف. دي التهديدات. انت هتهدد الشخص ده، هيخاف جدا من التهديد ده. حتى لو الشخص ده في الوقت الحالي بعيد عنك، منفصلين في مسافات، في بعد، الشخص ده القرب منك حبة حبة. ممكن يكون هو بدأ يقرب حبة حبة الفترة اللي فاتت، وهيقرب أكتر،
وهيطلب ان هو يتكلم معاك ويتقابل معاك، هيحاول يصلح من ناحيته، ولكن انت واخد موقف قوي جدا وعايز تمشي الموقف ده، لان انت عندك زهق من العلاقة دي كبير. انت سيبت في العلاقة دي فترات كبيرة قوي، وزعلت وبكيت وكان في تحكم، لكن انت انت زهقت فخدت القرار الفترة الجاية. في كمان عندك حاجات كتيرة بتخص حابب في كده، في حاجات عندك فيها، في عندك ناس هي ما تجرؤش انها تأذيك وما تملكش حاجة بإيديك انها تأذيك، لان هي واقفة لك كده، ما عندهاش القدرة ولا التصريح بالأذية. الأشخاص دي واقفة وبتتمنى ان انت تقع، ويبدأوا بقى ايه يشمدوا ويتفرقوا. لان انت ما شاء الله مراخيرك زي ما بيقولوا ايه في السماء، يعني ما شاء الله عليكم. فانت خلي بالك من الناس اللي عايزة توقعك في شغلك، من وراك في شغلك في مكانك في بيتك، ناس معينة نفسهم ان هم يشمتوا ان انت توصل، تقع، ويفضلوا بقى يتفرقوا زي ما بيقولوا اللهم لا شماتة، عايزين يشمتوا. انت مش هتديهم الفرصة، لان انت في نجاح مستمر الفترة الجاية. انت عندك بعد 4 نقط عندك في مقابلة مهمة مع شخص مهم، ممكن تكون مقابلة عمل، ممكن تكون مقابلة حاجة انت مستنيها، او شخص انت مستنيه، او سفر. في عندك برج العقرب، الجدي والحوت. آه، برج الحوت مستنيك، هو مراقب قوي جدا لتصرفاتك، وفي نفس الوقت بينقدك في كل تصرفاتك ما بتعجبهوش، عنده نقد جامد وعنده كده علامة استفهام عليك، مش فاهم انت بتعمل ايه، عنده تجسس عليك الفترة ديت وقوي جدا. عنده تجسس على الفلوس، عايز يعرف راسه من رجليه كده انت معاك فلوس. لو انت شريك حياة انت مخبي عليه شريك فلوسك اموالك، بتعمل حاجات من وراه، يا العكس، يا اما انت اللي عايز تعرف عنه الفلوس بيقبض ايه وعايش ازاي، يا اما هو اللي بيتجسس على فلوسك. لا اله الا رسول الله. عندك كمان في بعد بينك وبرج العقرب، او خلاف قوي جدا. برج العقرب حاسس ان هو هيحصل بعد بينك وبينه، هو حاسس بكده، انت بتوحيله كده ان انت في بعد بينك وبينه، او هيحصل في يوم من الايام. انت مش موقفه كده على ارض صلبة من ناحية العلاقة بيه. اللي حضرتك رسول الله، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، انت بقى عايز تعمل ايه؟ انت عايز تكسر كل اللي جم عليك وجم عملك. انت عايز تسيب الناس المملة، الناس القاسية، الناس اللي بتحكم عليك احكام مش حلوة. انت كده، انت انت هتقش الناس السلبية، انت هتطلع كل الناس السلبية، من ضمنها ناس كتيرة وناس مهمة هيطلعوا. فانت عامل زي عمد قالب وشك على ناس كتيرة حواليك كانت مضايقاك، انت مش قالب كده وشك لوحدك، انت عمرك ما بتاخد رد انت رد فعل تصرفات الناس اللي هي ضايقتك وزعلتك في يوم من الايام.
لو في عندنا بقى عقرب جدي، عقرب وجدي وحوت، بس الحوت عنده فيه علامة استفهام من ناحيتك، هو مش عارف راسه من رجله معاك. او في ابراج هوائية معينة، انت آه، انت واقف وكده والناس خايفة منك ان انت تاخد قرار ضدهم البعد، او حاطط لهم انت كده في عندك شك معين، الشخص ان انت عايز تبعد، في حد شاكك فيك ان انت عايز تبعد عنه وعايز تقطع العلاقة بينك وبينه. الشخص ده هيحاول ان هو ما تقطعش العلاقة، حتى لو انت مثلا كشرت، هو حس بقى ان انت كشرت كده وقلت اتكلمت باسلوب مش حلو، الحياة انتوا بتعملوني وبتسووني، هيبدأ يخاف، يعني بيقول لك ايه، كش يعني، مش عارفة اجيب